السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض الفطير المشلتت. عايزه اقولك هتبقي محترفه في الفطير المشلتت ومش محتاجه ولا فرن ولا حاجه، انت هتعمليه على البوتاجاز في الطاسه. بصي، ومش هياخد منك ولا الوقت ولا المجهود. اول حاجه كده هنقول بسم الله، وهنجيب نص كيلو من الدقيق وهنحط عليه ذره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وهنكون مدفيين كوبايه من الميه عشان نعجن بيها. اول حاجه كده بننزل بنص كوبايه الميه ونبدا كده نعجن واحده واحده لحد ما نشوف العجين هياخد مننا ميه قد ايه. زي ما انت شايفه كده بنبدا بقى نعجن كده، وبننزل بقى كل شويه كده بشويه ميه حبه بحبه. ما تحطيش الميه كلها عشان العجين ما يعني ما يبصي معاكي. خلاص كده احنا كنا عجناها. طبعا انا محبتش اطول عليكم الفيديو، فطبعا انا يعني قصيت حبه من الفيديو كده. بس طبعا انتي بتعجنيها لحد ما خلاص بتلاقيها طريت معاكي وطريت في ايديكي كده. بعد كده بتحطيها في البولة بتاعتك، وبعد كده بتغطيها وبتسيبيها ترتاح بمعدل من ربع ساعة لنص ساعة. بعد كده طبعا بتكوريها وبتسيبيها برضو ترتاح برضو حسبة ربع ساعة. بعد كده بقى بتجيبي الرخامة بتاعتك وتقصيها. اهم حاجة تقصيها زيت عشان العجين ما يلزقش على الرخامة، وتضطري طبعا تتقطع منك، فانتي لازم تقصيها زيت على الرخامة وتعرفي عشان تعرفي تبططيها وتفرديها عليها. طبعا وبتقعدي بقى طبعا تكوني مسيحة سمنة على زبدة، وبتبلي ايدك كل شوية وتبططيها بيها زي ما انت شايفة كده. بتفضلي بقى تفردي فيها كده عشان تبقى مورقة وقت التسوية تبقى حلوة معاكي. خلاص كده احنا فردناها، هنبدأ بقى نلمها على بعضها كده زي ما انت شايفة. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله إن شاء الله على القناة. ومستنية طبعا تعليقاتكم ولايكاتكم ويا رب القناة والفيديوهات اللي أنا بقدمها تكون بتعجبكم، وإن شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير. هنا بقى خلاص أنا كنت خلصتها كده، بلمها بقى على بعضها زي ما انت شايفة كده، وبسيبها برضو ترتاح. طبعا كل شوية بتدهني الرخامة بتاعتك شوية من الزيت، واهم حاجة تبططيها بسمنة، يعني اهم حاجة تكوني مسيحة الزبدة بتاعتك او السمنة وتبططيها بيها زي ما انت شايفة كده. عايزة اقولك هي طبعا بتتفرد لوحدها، والله مش محتاجة ولا مجهود ولا اي حاجة. بصي، حاجة كده سهلة سهلة سهلة. يعني بجد اتفرجي على الفيديو ده وشوفي الطريقة دي، وانتي بعد كده مش هتشتري فطير من بره خالص. بجد هتقومي تعمليه لولادك على طول، وهتبصي هيبقى موجود في بيتك طول الوقت. وعايزه اقولك ممكن تعملي كميه وتحطيها في الفريزر وتطلعيها وتسخنيها كأنك لسه عاملاها حالا. بجد يعني ممكن تعملي كميه، ممكن تعملي كيلو او 2 كيلو بنفس الطريقه دي، وتحط بعد ما تستوي تحطيهم في الفريزر بتاعك في اكياس وتعينيهم وبتطلعيهم بعد كده في اي وقت تسخنيه، بيبقى زي كأنك لسه عاملاه حالا. زي ما انت شايفه كده احنا ما بين كل طبقه وطبقه كده بندهن الزبده بتاعتنا او السمنه بتاعتنا اهو. بعد كده بقى نبدا بقى نطبقها بقى كده على بعضها، وبنسيبها برضو ترتاح بمعدل ربع ساعه برضو او نص ساعه زي ما انت شايفه كده. طريقه سهله وبسيطه خالص، مش هتاخد منك ولا الوقت ولا المجهود. بصي، بتقفليها بقى وبترجعيها تاني تكوريها تاني وبتسيبيها ترتاح خالص. هنا بقى خلاص احنا طبعا بتجيبي بقى طبعا طاسة او جريل على النار، وبتقومي مبططاها عليها في قلب الطاسة بتاعتك، بتكوني مبططاها. شوفي جميلة ازاي ومورقة بقى من جوه. وبصي يعني حاجة حلوة جدا. اهم حاجة بقى في التسوية بتاعة الفطير اللي على الطاسة، ان انتي بتقلبيها بقى من جنب لجنب من هنا لهنا كل شوية كده عشان الطبقات اللي جوه تستوي معاكي. ما تخليهاش على جنب واحد طول الوقت، لا، بتفضلي من اليمة دي لليمة دي عشان تبقى مورقة وتديكي النتيجة اللي انت شايفاها دي. شوفي هنا بقى الفطيرة انا كنت فتحتها لكم، شوفوا عاملة ازاي من جوه، مورقة ومستوية وجميلة. وعايزة اقولك طعمها كان وهم تحفة جدا. والله العظيم حلو جدا، عجبت الولاد وبجد يعني حاجة حلوة، ولا فرن بقى ولا بهدلة ولا اي حاجة. عايزة اقولك بيبقى طري جدا وحاجة كده مورقة بقى ومستوية. شوفي عاملة ازاي،
حلوة جدا، جربي الوصفة دي